ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم إذا فرغ من القراءة، هذا أيضا من البدع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من القراءة لا يقول ذلك، ولو كان هذا مشروعا لقاله النبي عليه الصلاة والسلام. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام طلب من عبد الله بن مسعود أن يقرأ عليه، فقال: يا رسول الله، كيف أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه من سورة النساء حتى إذا وصل إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك، يعني كفاية. قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه تذرفان دمعا صلوات الله وسلامه عليه، لأن هذا المشهد مشهد عظيم يوم القيامة، يؤتى من كل أمة بشهيد ويؤتى بالرسول عليه الصلاة والسلام شهيدا على هؤلاء. عيسى بن مريم قال لله: وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ولما قال حسبك لم يقل ابن مسعود صدق الله العظيم. وقرأ زيد بن ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم وختمها ولم يقل صدق الله العظيم. ومعلوم أن كلمة صدق الله العظيم عبادة، والعبادة لا يمكن أن يأتي بها الإنسان إلا إذا كانت مشروعة من قبل الله ورسوله. وعلى هذا فينهى الإنسان إذا ختم القرآن بقول صدق الله العظيم، ينهى عن ذلك ويقال: يا أخي، لو كان خيرا لسبقونا إليه. والصحابة كانوا يتلون الكتاب بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبغير حضرته ولا يختمون قراءتهم بهذه الكلمة.